بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض كنز بمعنى الكلمة. البرطمان ده هيبقى كنز في مطبخك، برطمان مش من اللي قلبك يحبه. نظافة وذوبان الجبنة واللون الحلو والريحة الجميلة، وحاجة كده موجودة في مطبخك بتستر الدنيا. في أي وقت جعانة أو مالكيش نِفْس تعملي أي أكل، طلّعي حتّة جبنة وطحينة وزيت وطماطماية متقطّعة بقى وحمّري جنبها شوية بطاطس، ويا سلام لو معاها بطيخ. شوية مِش أصلي من بتاع زمان على طريقة أمهاتنا. بس طبعًا هنتابع الفيديو للآخر، وتحُط لايك للفيديو عشان يرتفع، ولو أول مرّة تشوفوا قناتي هيكون لي الشرف إنكم تشتركوا لي فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وتعالوا نشوف عملنا الجبنة إزاي. أول خطوة معايا يا جماعة الجبنة القريش. بتشتري جبنة قريش من الفلاحين عادي، ومن بالليل لازم أغلفها بالملح والشطة وأحطها في مصفى عشان تنشف وتصفي كل المية اللي فيها، عشان لما أحطها في المش تبقى عطشانة تشرب المش كويس. دي أول نقطة. وتاني نقطة عشان المية اللي فيها ما تنزلش جوه البرطمان وتخلي المش يفصل منك، وناس كتير بتشتكي من كده. عرفتوا بقى ليه يا جماعة المش بيفصل؟ لازم تحطي أي حاجة في البرطمان متصفي ميتها عشان ما يفصلش منك أبدا. وأحط طبعًا الشطة والملح على بعض، وأجيب كل قطعة جبنة قريش وأغلفها كويس عشان نعمل مِش من الأول على أصوله يا جماعة. وباغلف الجبنة بالطريقة دي كلها، أغلفها كويس أوي، 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 وهاتركها طول الليل عشان تصفي أي مَيّة موجودة فيها. يا جماعة الناس اللي بتشتكي كتير من الجبنة المِش بيفصل منها والمَيّة بتبقى تحت والمِش بيعوم على الوش، ده بيبقى أول حاجة من البكتيريا وأنتِ شغالة. لازم تكوني منضّفة إيدِك ومنضّفة كل حاجة أنتِ بتشتغلي بيها عشان ما يدخلش جوّه البرطمان بتاعِك أو البلاص بتاعِك بكتيريا، فيعمل عفن على الوش ويعمل طبقة بيضا كده مش كويسة أو طبقة سودا. فدي البكتيريا الأول. ثانيًا إن أنتِ لازم تصفّي المَيّة اللي في الجبنة كويس عشان ما يفصلش منِّك. تمام. هنخلّص كل الكمية وهنشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد ما خلّصتهم بارُش عليهم كمان حبّة ملح بشطة كده، وهاتركهم طول الليل. وهابدأ أشوف الخطوة اللي بعد كده. في حلة بقى على النار هاجيب علبة مُرتة من أي سوبر ماركت، يا إما من تكون سمنة بلدي أو فلاحي أنتِ مسيّحاها وطلعت منها المُرتة دي. أنا عندي شوية مُرتة اللي أنا حطيتهم في الأول دول، وجِبت علبة صغيرة كمان اللي أنا شارياها من السوبر ماركت ونزلت بيهم في حلة، وهابدأ أقلِّب كويس على نار هادية لحد ما تاخد لون غامق معايا. ولمّا تغمق بيطلع لون المِش حلو أوي، أوي، وكمان المِش بيعيش فترة طويلة. تمام. أول ما تنشف كده هابدأ إن أنا أقلِّب فيها لحد ما تنشف، وخلّي بالِك ما ت إيه، يا دوبك لونها يغمق علشان ممكن تلزق منِّك في قاع الحلة من تحت، فخلّي إيديكِ متابعة على طول وما تعلّيش النار أوي وأنتِ شغّالة. طبعًا هابدأ أقلِّب فيها لحد ما تنشف منّي. بُصّوا بدأ لونها يغمق أهو يا جماعة، ولسه هاستنى شوية كمان عشان لون المِش يبقى جميل معايا. تمام. طبعًا بدأت تغمق معايا وحسيت إن هي هتلزق مني بقى في قاع الحلة، هابدأ أنزل باللبن بتاعي. ممكن تستخدمي لبن رايب أو لبن حليب عادي أو شِرش الجبنة من عند الفلاحين. اللي أنا حطيته في الأول ده لبن رايب، بس هو كان عندي في الفريزر. أنا خرّجته وضربته في الخلاط عشان ينعم معايا ما يبقاش فيه قطع جبنة أو كُتل. وهانزل كمان بلتر حليب، فأنا كده ضِفت لبن رايب ولبن حليب يا جماعة. وهاقلّبهم كويس أوي، وهابدأ أحُط كمان 3 إضافات عليهم. هابدأ أحُط كوباية من الملح، كوباية كاملة من الملح يا جماعة. طبعًا الملح والشطة بيخلّوا المِش بتاعِك أو خميرة المِش اللي بنعملها النهارده ما يبقاش لا فيها سوسة ولا يبقى فيها دود. هانزل كمان بمعلقتين شطة كبار، شطة ناشفة تكون حامية وشطة تكون كويسة، من عند العطار تنقّي شطة من اللي هي كويسة، لإن في شطة بيحطّوا عليها لون ما بتبقاش حلوة خالص. تمام. هانزل كمان بإضافة كمان بتدّي له لون حلو أوي، أوي، نُص معلقة كركم. وهاقلّبهم كويس وهاغطّي الحلة بتاعتي، وهاترك الحلة بتاعتي على النار حوالي نُص ساعة لمّا يتبخّر منها كل السوايل اللي في اللبن. هتبقى نقصت حبّة صغيّرين بس أنتم هتشوفوا دلوقتي معايا. طيب أنا بقى أهو بُصّوا أنا اللبن بتاعي غِلي كويس أهوّة، وأنا برضه باورّيه لكم أول ما غِلي، لكن هو كده لسه أنا هاتركه شوية كمان، كده بعد ربع ساعة هاتركه كمان ربع ساعة. تمام. تمام. كده طبعًا أنا خلاص غِلي كويس معايا وتركته طفيت عليه قصدي، وسِبته طبعًا اللي على وِش ده السمنة اللي كانت في المُرت.
ده طبعًا يا جماعة المِش بتاعي بعد ما قلّبته كويس وسِبته طول الليل لمّا بِرِد، أنا عاملاه مع الجبنة من بالليل، ودي المَيّة اللي اتصفِّت من الجبنة، ما ترميهاش، ممكن تغليها وتزوّدي بيها الجبنة بعد كده. تمام مع بعض، هنشوف إحنا هنعمل إيه دلوقتي. هنجيب الجبنة بتاعتنا بعد ما صفِّت كل مَيّتها كويس طول الليل، وهاجيب طبق فاضي وهانزل فيه بخميرة المِش اللي إحنا عملناها وتركناها طول الليل تبرد. هانزل بخميرة المِش وهاورّيكم الإضافات. هاحط شطة سوداني، وهاحط حوالي 3 معالق عسل أسود، هاضيف 3 معالق عسل أسود، وهاضيف كمان معلقتين ترمس بلدي مُر، وهانزل كمان بمعلقتين حلبة حصى. ومش باكتّر الترمس والحلبة عشان ما يمرّرش منّي المِش، وباقلّب كويس وما باحطّش دينكار يا جماعة عشان دي مادة كيميائية وأنا باخاف منها، ما باحطّهاش. هانزل كمان بحبّة مِش من القديم بتاعي، عندي دي خميرة مِش بس قديمة، نزلت بحوالي نُص كوباية عليهم، لو مش موجودة ما فيش أي مشاكل خالص، المِش هيطلع معاكِ ناجح ممتاز. وهانزل بقى بالجبنة بتاعتي اللي صفّت مَيّتها كلّها، هانزل بيها في قلب المِش وهاقلِّب كل ده كويس، لو خايفة من الدودة أو السوسة الترمس والحلبة هيرقّد في القاع ومش هتخلّي ولا دودة ولا سوسة، طالما أنتِ غالية كل حاجة كويس أوي، ومع الشطة والملح بيمنع الدود والسوس والنضافة وأنتِ بتشتغلي عشان ما يدخلش بكتيريا، زي ما أنا اتكلمت في بداية الفيديو. طبعًا بعد ما حطيتهم في الطبق وقلّبتهم كويس، هابدأ أشيل الجبنة بتاعتي وأنزل بيها في البرطمان بتاعي، تمام؟ هانزل لحد ما أنزل بكل الجبنة بتاعتي كلّها أملى البرطمان بتاعي، تمام يا جماعة. وبعد ما أملى البرطمان بتاعي كويس أوي، لازم يبقى عندِك كيس بلاستيك نضيف برضه عشان هنحطه على وش الإيه، على وش البرطمان بتاعي. طيب لو الجبنة بتاعتِك طلع المِش بتاعِك خفيف، بعد ما تخلّصي الخطوة دي كلّها، اعملي كيلو لبن رايب بشطة وملح وبرّديه وضيفيه على الجبنة بتاعتِك. وممكن جبنة برضه قريش تهرسيها، تجيبيه من الفلاحين وتهرسيها بشطة وملح وتضيفيه برضه على الجبنة بتاعتِك. طبعًا هاغطّي البرطمان بتاعي تغطّيه تغطية محكمة جدًا أوي، حطّيه بقى عندِك حوالي أسبوعين وبعدين افتحي عليه، عشان لو لقيتيه نقص تزوّديه، تغلي شِرش أو تغلي لبن رايب بشطة وملح وتزوّديه. طيب يا سلام بقى لو حطّيتيه في الشمس أسبوع، هيهمّص البرطمان بتاعِك وهيخلّي الجبنة دايبة دوابات. طيب هاقول لكم على آخر حاجة، ده شكل الجبنة، بُصّوا الجبنة دايبة وجميلة وممتازة معاكم. أنا قُلت لكم طبعًا لو المِش بتاعِك خفيف هتحطّي لبن رايب تغليه أو تجيبي كيلو جبنة قريش وتهرسيه بشطة وملح وتضيفيه على الإيه، على المِش بتاعِك لو خفيف. طب لو المِش طلع تقيل، لو المِش طلع معاكِ تقيل هتهرسي شِرش أو لبن حليب عادي وتغليه بشطة وملح وتضيفيه برضه على الإيه، على المِش بتاعِك. وكده أنا خلّصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم ونال إعجابكم. لو نال إعجابكم ما تنسوش تحطّوا لي اللايك وتشيّروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم، وما تنسوش تفعّلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ولو لسه ما اشتركتوليش في القناة، انزلوا اشتركوا دلوقتي عشان القناة بتاعتي تكبر بيكم، وما تنسوش تصلّوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.